اهلا بيكم. انا بصراحة مش عايز تتفرج على الفيديو او محتاج ان انت تشوف حاجة مثيرة يعني، وحاجة بقى تلفت الانتباه. ده مش المكان ولا الفيديو المناسب ليك. الفيديو ده بعمله لنفسي وكل ما هو عنده نفس الشعور. أه في بعض الأحيان بكون متحمس وعندي قابلية ان انا اعمل حاجات كتير، وعندي قابلية ان انا انتج، ولكن في بعض الاحيان تانية مش بكون عندي قابلية لاي شيء. ولكن ده بيحصل لاسباب. عايز اتحرر بشكل كبير من الواقع اللي انا عايش فيه، او الواقع اللي احنا كلنا دلوقتي اغلبنا بقى عايشه. في حاجات في حياتي مضايقاني بصراحة، ومش عارف أعيش بحرية. وحسيت دلوقتي إن أنا الشخص الوحيد القادر على تغيير الواقع بتاعي. ده بجانب يعني إرادة ربنا في الموضوع ده يعني، دي الأولى يعني. ولكن أنا برضو ليا آه جزء كبير من التغيير المفروض يحصل. في حقيقة الأمر أنا مش متقبل الواقع اللي أنا عايش فيه، ولكن بحس في بعض الأحيان أنا ب يعني إيه، مش بيكون عندي قدرة على إيه تحمل أو يعني زق اللي بيحصل، لأني مريت بتجارب وظروف وحياة وأشياء جعلتني في جزء كبير من نفسيتي أو قوتي النفسية مش بالشكل المتعارف عليه، او مش بالشكل اللي انا كنت عليه قبل كده، اللي هو كان بيخليني ان انا اكون قادر على تخطي هذه العقبات او التحديات او المواقف اللي بتقابلني في حياتي دلوقتي، ومش قادر ان انا اواجهها وفي نفس الوقت اتقدم. الواقع وفي العالم دلوقتي متجه اتجاه غريب، اللي هو اقعد في البيت و يحفظوا الطاقة ويحفظوا الموارد بتاعتها، علشان مش عارفين بكرة في ايه، وفي أزمة وفي مش عارف ايه وفي وصراحة أنا مش عارف بالظبط احنا متجهين إلى ايه. وأنا عمري يعني إن أنا ببص للحياة بشكل سوداوي او ببص بشكل سلبي. دائما وابدا ببص في حياتي بشكل ايجابي، ولكن كأن الدنيا بترد عليا بتقولي لا، لازم تعمل كده، تبص بشكل سوداوي وتبص بشكل سلبي وهكذا يعني. ولكن انا برضو بواجهها وبتركها، يعني ترك على دماغها، عشان ما تأثرش بالواقع ده بالمستقبل ده والجانب ده من الحياة اللي كل يوم أعداد السلبية بتزيد، وكل يوم التشاؤم بيزيد، وكل يوم الضغوطات بتزيد، وكل يوم آه، الجوانب السوداوية بتزيد. ولكن أنا مش هديها أي أهمية، وبرضو هفضل مدي اعتبار كبير جدا لنفسي ولإيجابياتي، وإن أنا أستمر بنفس الإيجابية ونفس القوة
اللي أنا شايفها من وجهة نظري، ولا يجب أن تكون في كل إنسان وفي كل شخص في هذه الحياة. بس كده، شكرا.